واش فراسكم بأن الأيام اللي فاتت في إسبانيا تم إلغاء واحد القرار، قرار قانوني اللي كان من أكثر القوانين اللي مرعبين ولا خالعين المهاجرين. إذا بزاف ديال الناس طوال هاد السنوات اللي فاتوا مشاو لهم الأوراق ديالهم بسبب هذا القانون اللي تيقول أن أي شخص عنده إقامة مؤقتة وكان كيغيب على البلاد أكثر من 6 أشهر في العام كان كيعيش تحت تهديد هذا القرار اللي هو إلغاء الإقامة ديالو مباشرة بلا ما يتكلموا معه. بزاف ديال الناس مشات لهم الأوراق ديالهم ولا تعطلات الحياة ديالهم. ولكن دابا كاين واحد التحول كبير اللي هو حكم تاريخي خرج رسميا وبدل هذه القاعدة نهائيا. إذا المحكمة في إسبانيا قررت أن هذا القانون اللي كان كيسمح بإلغاء الإقامة بسبب الغياب الطويل قانون غير دستوري. علاش؟ حيث كيمس بحق أساسي من حقوق الإنسان وهو حرية التنقل. المعنى الحقيقي ديال هذا القرار اللي خرج مؤخرا من المحكمة في إسبانيا تيقول إلا سافرتي وبقيتي برا أكثر من 6 شهور ما يمكنش تسحب لك الإقامة غير بهذا السبب بوحدو. هذا الشيء عطى نفس جديد لآلاف المهاجرين اللي كانت الحياة ديالهم ولا الأوراق ديالهم معلقة بين مطار وقرار إداري. لكن اللي نديرو في بالنا أن هذا القرار فيه تفاصيل دقيقة خصنا نردو معاه البال بزاف اللي هي خاصو أي واحد يفهمها. الإقامة ما غاديش تحيد بسبب الغياب فقط ولكن ممكن تحيد لك الأسباب أخرى، بحال إلا تبدلات الظروف اللي خديتي فيها الإقامة، إلا كانت الوثائق ديالك مزورة، إلا كانت مخالفات كبيرة لقانون الهجرة، يعني تبدل القانون ولكن راه باقي ما كاينش تساهل بزاف. إذا أهم نقطة اللي بزاف ديال الناس كيطيحوا فيها أن هذا القرار كيهم فقط الإقامة المؤقتة الإخوان. أما إلا كنتي باغي إقامة طويلة الأمد أو الجنسية الإسبانية فهنا الحساب تيولي واحد آخر. مثال باش تاخذ إقامة طويلة الأمد بعد 5 سنين ما خاصش المجموع الغياب ديالك يفوت 10 أشهر عن إسبانيا. وبالنسبة للجنسية خاصك تثبت أنك عايش بصفة متواصلة وأي غياب طويل ممكن يوقف الملف ديالك. نزيدو عليها معلومات قانونية أخرى أن القرار ولا رسمي ومطبق من نهار التنشر، ما بقات حتى إدارة تقدر تستعمل القانون القديم ضدك. إذا إلا غادرتي البلاد 6 أشهر متواصلة ورجعتي راه ما يحيدوش لك الإقامة المؤقتة. إذا هذا الخبر اللي قليل يهضر عليه من الناس، هذا الحكم ماشي غير تغيير إداري، راه سابقة قانونية في إسبانيا ممكن تأثر حتى على القوانين أخرى مستقبلا، خصوصا في ملفات الهجرة وحقوق الأجانب داخل أوروبا. بمعنى آخر أنه اليوم ممكن يكون البداية ديال الإصلاحات ديال القوانين التي تهم المهاجرين في الغد، خصوصا وأن القوانين ديال الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي كتعرف تغييرات مستمرة، وكل حكم بحال هذا كيخلق نقاش قانوني جديد. إذا اللي خصنا نعرفوا الآن كخلاصة الإخوان أن الغياب الطويل ما بقاش خطر مباشر على الإقامة المؤقتة، ولكن مازال ممكن يكون خطر غير مباشر على المستقبل القانوني ديالك. إذا واش هذا القرار غير بداية ديال سلسلة مفاجآت قانونية للمهاجرين ولا مجرد استثناء عابر؟ خليونا الآراء ديالكم في التعليقات يا الإخوان، وتابعونا القناة لتحصلوا على معلومات جديدة فيما يخص الهجرة والقوانين المرتبطة بها.